فوز عربي مغربي. طبعا الأجواء هنا في هذه المجموعة في محيط استاد خليفة دولي في ظل تواجد منافسين المغرب. كرواتيا تعادلت مع المغرب وكندا. نعم علي. سألنا المشجع التونسي الله يخليك في مباراة المغرب وكندا راح يشجع كندا ولا المغرب؟ هو باين ما نصوروش يجامل كثير، حيقول كلام القلب. طبعا سؤال من عند علي. انت عندك جنسيه كنديه تونسيه لو وتونسيه طبعا خلينا احنا توا كندا. الماتش الثالث لو يكون حاسم انا اشتريت مغرب وكندا باش تحضر انت. لا تذكره وانا لا باش نكون صريح. انت هز علم ايش؟ انا هز كندي البارح تونس لا البارح تونس واليوم كندي والماتش الاخير كندي كان ضد المغرب حيكون كندي. شفتك تشجع توا يا ربي يعني. لا بس شو اسمه بلدي كندا. انا ده كندا از ذا فيرست. اوكي ذا سكند. لا بعد تونس. لا في الماتش بتاع المغرب. في الماتش بتاع المغرب. باهي علي هذا صريح واضح ما يجامل. ما يجامل. لكن انا ضده. انا تونسي عربي نقول ان شاء الله المغرب ان شاء الله. المغرب الفوز المغربي، المنتخب المغربي على الفوز المستحق اليوم ان شاء الله، ونتمنى المنتخب السعودي يحقق الفوز كذلك ويتحقق، والتونس قطر خلاص يعني احنا فايزين بكاس العالم، ما يصيرش خلينا نفوز. سوري. طبعا فوز المغرب. طبعا سعيده. طبعا اذا المغرب بدها تلعب مع كندا، انا وحتى لو انا كندي بايد المغرب. The first is Arabic people really. The first is my national. No, it must. Yes, I am Palestinian. واليوم اليوم انا كنديه. بس ان شاء الله تفوز كندا على كرواتيا. يس شور. بس لما تلعب على كرواتيا بس وانا عدنا حظ سعيد ان شاء الله يا ربي. فلسطين مع كل عربي. صح. باهي علي انت عملت لنا مشكله يعني. شفت كنديين ولا يتخاصموا من اصول عربيه. هذه الاجواء الحلوه والرائعه يعني. حظ سعيد لكل المنتخبات وبالتوفيق لكل المنتخبات في هذه الاجواء المميزه والرائعه، لانه هذه الكاس العالميه علي خلقت اجواء ولا اروع، ليس فقط في المستطيل الاخضر لكن حتى في محيط الملاعب، في مناطق المشجعين، في شوارع الدوحه. دائما هذه الروعه، هذه الاحاسيس الجميله، هذه الالوان الرائعه، اجواء عالميه في كاس عالميه ولا اروع. نعم. هي انتماءات تحترم في النهايه، ولو ورطنا هذا المشجع عموما مع جهاد يا نافع وليس علي. تحياتنا للزميل علي. المشكله اللي بس علي بجميع الاحوال. شكرا جزيلا لك نافع بن عاشور. كنت معنا من امام استاد خليفه الدولي. جمال، كنا نتحدث عن روبرتو مارتينيز. هذا الجيل البلجيكي اليوم انتهى برأيك؟ طبعا بيحتاج لتجديد، بيحتاج للإحلال، لأنه حتى هذا أفضل جيل مر على تاريخ الكرة البلجيكية. حتى دي بروين بالمباراة السابقة صرح أنه نحن في تقدم بالسن، يعني في لاعبين تقدم بالعمر. حتى الشيء المستغرب أنه في لاعبين مش جاهزين، مش حاضرين، على رأسهم ده هازارد اللي ما عم يلعب وفي وزن زايد. يمكن هو كان عم بيحاول انه يجهزه ومعتمد انه يجهز للادوار اللاحقه، لكنه على حساب حتى في النادي ما كانش بيلعب. حتى اليوم عمل يعني حاول يحسن، عمل 3 تبديلات اليوم بالتشكيل. جراسكو غاب، جراسكو حتى من ضمن البدلاء ما شاركوا. جراسكو ممكن يكون مفتاح لعب وممكن يساعد بخلخله التنظيمات الدفاعيه. دي بروين بتحسه منه منسجم مع المجموعه، ومنه عم يتوظف بالشكل الصحيح، او ما في انسجام بينه وبين المهاجم او لاعبين الوسط، فبتلاقيه منه مرتاح هو عم يلعب رغم الرقابه اللصيقه عليه، لكنه بتلاحظ انه هو منه مرتاح. فبعتقد انه دخول بلجيكا بهذه الصوره الى البطوله من مباراه كندا مع اليوم امر مستغرب، مع ما كنا متوقعين انه نشوفها بصوره ثانيه من كون هي خاصه المغرب اليوم صار معهم حادثه قبل بدايه المباراه بلحظات. اصيب بونو الحارس، نزل الحارس البديل وقدر يعمل مباراه ممتازه. يعني هيدي لحظات ممكن تكون مؤذيه للفريق، لكنه تماسك الفريق وتألق الحارس خلى هذا الحارس يفرض نفسه على المجموعة. وليد الركراكي للأمانة جعل الجميع جاهز ذهنيا وحتى بدنيا قبل انطلاق هذا المونديال، ولعلنا اليوم نرى نتائج هذا العمل الكبير الذي قام به هذا المدرب. نواصل مع شبكة مراسلينا هذه المرة مع بالفعل، وكانوا يتابعونا على الشاشة الكبيرة هنا في محيط استاد خليفة الدولي المباراة بتفاعل كبير. الكرواتيون فرحوا كثيرا بفوز المغرب
الكنديين وكانوا كثر ربما ايضا، خاصه انه هناك جاليه عربيه كبيره في كندا ساعدوا بفوز المغرب، لكن حسابيا تقدمهم الى جانب مشجع لكرواتيا جاء من انجلترا. You come from UK. Welcome. How do you find the World Cup atmosphere here in Qatar? The atmosphere is incredible. So I live in the Middle East. I live in Dubai, and Qatar got a lot of stick leading into the World Cup, but we knew it was going to be incredible, and it's just been كنا perfect نعلم since we بأن got قطر here. ستستضيف نسخة رائعة من كأس العالم. نعم طبعا نرصد ايضا الجماهير. And you are here for support Croatia, no? So we're here to support everybody. I don't have an allegiance. كرواتيا. I'm أنا supporting ليس everybody. عندي أي منتخب مفضل عندي، ولكنني طبعا أعزل جميع الجماهير الفرق. الكندية غفيرة، جاءت من كندا من البرد إلى الدفء هنا في الدوحة. ومعنا مقيم في كندا تونسي جاء وجماعة يعني بين تشجيع المنتخب التونسي وتشجيع المنتخب الكندي. اليوم البارح علم تونس، اليوم علم كندا. البارح زعلان خيبة أمل، اليوم إن شاء الله كندا تفرح. على كل هي أجواء رائعة في قطر. وحدثني وأنه قطر وضعت سقف عالي على كندا، كاس عالم الجايه في كندا والمكسيك وامريكا والمكسيك. اول حاجه مرحبا، ثاني حاجه اول زياره لي لدوله قطر، بصراحه دوله ممتازه وممتازه جدا، انفراستركتير معنا من عالي جدا. بارح خيبه كبيره. انا بصراحه بعد المقابله رحت نمت مباشره، يعني احنا ناس بنحب الكوره وبنشجع الكوره، بنتنفس كوره.